يوميا وأنا أخالط الناس يزيد إيماني بمقولة إنما المرء بقلبه. ترى لونك وشكلك ولبسك وفكرك ودرجتك العلمية ومن تخالط ومن تصاحب كلهم لو جمعتهم يصير ناتجهم صفر لو كان قلبك قبيح ونواياك رديئة. وترى الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن: إلا من أتى الله بقلب سليم. ترى الأساس هو القلب، هو المعدن الرئيسي. شفت هذا القلب هو محط نظر الرب سبحانه وتعالى. إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا سلم هذا القلب وصلح، صلح سائر الجسد. ويا اهلا يا اهلا بالحلوين اللي وحشوني قد الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين، وحشتوني قوي. وطبعا هتقولوا لي يا توشو ده كله تاخير، هقول لكم لا، ده مش تاخير، ده اقل حاجه عندي او اقل حاجه انا بغيبها. يعني المهم انتوا وحشتوني قوي. عاملين ايه؟ والله يا ولاد العيال خدوا اجازه وبقيتش عارفه اعمل ايه ولا ايه ولا ايه غير ان انا انتخ. ولقيت الايام بتجري بشكل مش طبيعي، وانا مش عارفه الحق الايام وهي بتجري. بس قلت كان لازم ابتدي بقى اي حاجة لاستقبال شهر رمضان. بجد ربنا يبلغنا رمضان واحنا كده كويسين وبخير وكل حبايبنا بخير. وانا بالنسبة لي اهم حاجة نفسيا قبل دخول شهر رمضان ان انا بيتي يكون نظيف. فكان لازم ابتدي بقى، لان انا باخد البيت عندي اوضة اوضة، ببتدي انضفها تنظيفة عميقة ان هي تكون نظيفة. فانا امبارح شلت ستاير غسلتها، وفرش الكنب غسلته، وغسلت البقع اللي كانت في السجاد، كان في صلصال كده لازق وحاجات كتيرة قوي. والنهارده بس هلمع الصاله، هلمع الخشب، وهفرش الفرش بتاع الصاله وعلق الستاير والهيصه دي. فقلت بالمره اقول لكم على السجاد والستاير، بما انكم دايما بتسالوني عن الحاجات دي، فالفيديو بتاع النهارده هيكون مليء بالتفاصيل. بس قبل ما نبتدي بقى اليوم بتاعنا لازم نعمل فطاره متينه. وكانت وحشاني قوي البليله. البليله انا بستخدم نوع القمح بتاع الضحى. ما بياخدش وقت في السلق وبيبقى طعمه لذيذ وحلو، لانه مش دايما بتلاقي القمح طعمه حلو. وبقيتش اعمل كميه كبيره، بقيت اعمل كميه مثلا تكفيني يومين 3، لان انا بجزع منها بجد، باكل منها يوم والتاني والتالت وخلاص، بحس ان انا مش قادره اكل منها تاني. بس عملت كميه وشلت منها. وعلى فكره مش بتاخد في السلق مده اكتر من نص ساعه بتكون اتسلقت يعني. بس بصراحه انا بكون نقع القمح من بالليل، حطاه في ميه وسايباه من بالليل لحد الصبح، وبصحى اسلقها بقى. بعد ما القمح بيتسلق انا بضيف عليه ميه واحطه يتسلق، ومعاه معلقتين سكر، يعني بحلي البليله بتاعتي خالص. وبعدين بضيف بقى الحليب وعليه معلقه نشا، معلقه صغيره بس. وبعدين بضيف فانيليا. بجد بتنقل البليله في حته تانية خالص، ودي بالنسبه لي احلى واخف فطار ممكن افطر بيه. طيب تعالوا بقى نبتدي تنظيفات. هبتدي اول حاجه بالتلميع، هلمع كل حاجه محتاجه ان هي تتلمع. وما تستغربوش ان انا برش ملمع ازاز على المرايه قبل ما المع بالفوطه بتاعه الازاز بتاعه ايكوي، لان انا يا جماعه بوظتها، حطيتها اتغسلت كذا مره في الغساله. وبصراحه هي عندي بقالها كتير، يعني بقالها اكتر من سنتين. بس ما زالت تلميعها حلو. بس انا بحب احط على المرايه ملمع علشان تبقى نقيه كده ونظيفه، فاهمين؟ يعني بيساعد مع الفوطه كمان، خصوصا ان انا بوظتها زي ما قلت لكم. بس ولو تسالوني عن العيال فين، العيال بيكونوا حواليا. وطبعا عملت لهم فطار غير البليله علشان الحلوين مش بيحبوا البليله، انا بس بحبها هنا في البيت. بس بصوا المرايه اتلمعت، كانت بشعة بجد، كانت مليانة تراب. ومش عارفة ده عندي انا ولا لا، يعني انا حاسة من اول ما جبت المراية دي بحس ان هي محتاجة تتلمع بشكل يومي. المهم تعالوا ارد على اكتر سؤال بيجيلي ليه علاقة بالستاير. الستاير يا توشو بتاعتك نوعها ايه؟ الستاير دي اسمها شيفون كتان او كتان شيفون، ويمكن دي احلى انواع الستاير الشيفون اللي انا جربتها في حياتي. يعني كان عندي الشيفون العادي اللي هو تقريبا اسمه شيفون حرير اللي هو منتشر، وعندي متعلق في بقية الاوض التانية على فكرة. هي الصالة بس اللي جبت فيها كتان. مأساة يعني. وحش في ايه؟ في انه لما بتغسليه لازم يتكوي قبل ما يتعلق. اكتر ميزة بحسها موجودة في الشيفون كتان انك بتنزلي الستارة بتغسليها، بتنشفيها على طول على الحبل، او ممكن تعلقيها لو الشباك عندك فيه تهوية كويسة وبتنشف في مكانها، وبتحتاجش اي كوي ابدا. انما اللي انا حطاهم في الجوانب هم قطيفة.
لو انا كنت اعرف الكتان احسن قبل ما اجيب القطيفه بصراحه ما كنتش هجيب قطيفه، بس انا وقتها ما كنتش لاقيه الوان كتير قوي في الكتان فجبت قطيفه. انما بالنسبه للشيفون فهو كتان بجد بجد ممتازه، انصح بيها اي عروسه، اي حد بيجدد في بيته بيجدد الستاير بتاعته، بجد انصحك بيها قلبا وقالبا. والستاير اللي بتتركب بالشكل ده بجد سهل قوي. انا عايزه اقول لكم ان انا بنزل الستاره في دقيقه وبحطها في الغساله وبعدين اعلقها، ما بتاخدش دقيقتين. فبالنسبه لي ان انا اغسل الستاير مش ازمه نهائي، فبجد بنصحكم بيها. بالنسبه بقى للبقع اللي على السجاد، كنت جربت المنظف ده من فاست، هو منظف للبقع بتاعه الملابس، فانا قلت هجربه كده في السجاد والله عجبني، وحسيت ان هو حنين كده على المفروشات كمان اللي هي الفرش بتاع الركنه. والمقشه دي جربتها، هي ليها كذا وش، هي طالعه جديده، ليها ناحيه تنفع ممسحه وناحيه ناعمه شويه، مقشه ناعمه، وناحيه مقشه خشنه شويه. عايزه اقول لكم ان هي تحفه تحفه تحفه. لما عملت بيها السجاده قبل ما انضفها بالمكنسه الكهربائيه العاديه، عارفين اللي هي بتشيل كل الشعر اللي في السجاد، وبتخلي شفتوا تحسوا ان السجاده كده بتتنعنش، يعني السجاد بيبقى مبطبط من كتر ما بنمشي عليه وبنتحرك عليه، فبحس ان هي نعنشت السجاد وبجد عجبتني قوي. هي مشكلتها حاجه واحده بس، انه الخامه بتاعتها ضعيفه قوي فسهل ان هي تتكسر، بس غير كده هي ممتازه. بالنسبه بقى لاكتر سؤال كان بيجيلي الفتره اللي فاتت كان عن السجاد اللي مفروش عندي في الصاله. معظمكم افتكروا ان هو موكيت علشان انا مدخلاه تحت العفش. بصوا انا مش بحب شكل السيراميك اللي عندي في الصاله، ليه؟ لانه لونه فاقع، فلو اعتمدت على انه هو يبقى باين بصراحة هيقلل من شياكة العفش عندي او شكل الركنة، مش بصراحة بحس ان الدنيا مش هتبقى لايقة على بعض. فكل ما بلاقي سجادة ان هي تغطي الاماكن دي بحس ان انا مبسوطة منها. المهم السجادة دي انا كنت جايباها من عند النساجون الشرقيون، هي بانت ان هي موكيت عشان ده مقاسها كبير قوي، حتى انا قصيت منها جزء عملته في الطرقة. فاحلى حاجة فيها ان الشاك بتاعها مش عالي. واكتر نصيحة ممكن اقولها لاي عروسة او اي حد بيجدد، اوعي تجيبي سجاد شاك، وخصوصا اللي بتكون الوانه اوف وايت وابيض والحاجات دي، بيبقى شكلها حلو اول ما بنشتريها وبتبقى تحفة وشيك وكل الكلام الحلو ده، بس بجد بجد بعد الاستخدام انتي حرفيا بتكوني محتاجة تغسليها كل شهر، وبعد مدة طويلة من كتر ما بتتغسل مهما تتنضف وتتغسل ما بيبانش فيها التنظيف. فنصيحتي ليكي سجاد يكون على جري او كافيه زي دي مثلا، كان فيها بقع الدنيا والاخره وما كانش باين فيها حاجه، فبجد هي حلوه جدا جدا وانصح اي حد بيها. انا وريتكم الارتفاع بتاعها من قريب، هي مش عاليه قوي ومش رقيقه قوي زي الموكيت، فاهمين؟ فهي شكلها حلو قوي. بالنسبه للاسعار، اكيد الاسعار دلوقتي مختلفه، انا كنت جايباها بقالها كتير، يعني بقالها اكتر داخله اهي في سنه الا شويه، يعني من حوالي شهر 7 اللي فات، فاكيد الاسعار اتغيرت. المهم تعالوا بقى لاحلى فقره بحبها، الفقره اللي انا بفرش فيها الصاله، بحب كده اغير الكوشنز والحاجات دي. كان بقالي كتير فرشه طقم معين، المهم كنت محتاره افرش اللي لونه مدي على زيتوني ده ولا الازرق، وبعدين قلت هفرش الازرق لان التاني ممكن يتفرش في اي وقت في السنه، على دخلة الربيع، بعد رمضان، على العيد. انما الازرق ده علشان فيه تلج فبيبقى لازم يتفرش في وقت الشتاء، شهر 1 و2 والشهور دي. بصوا كركور مستخبي هنا عشان كنت مشغله المكنسه الكهربائيه فبيخاف منها خوف بيترعب. برضو من الحاجات اللي سألتوني عليها كتير قوي، انا بحاول والله ارد على كل الاسئلة علشان انا غبت عنكم كتير، وكان المفروض ارد على الاسئلة دي على طول، وبرد عليها على قد ما اقدر لما حد بيبعتلي، بس برضو في ناس ما بلحقش ان انا ارد عليهم. كان عن الاكاديمية اللي انا وديت اسر فيها، اكاديمية التخاطب. والله انا قلبت لكم الفيسبوك علشان اوصل لرقم او اوصل للبيج نفسها بتاعه الاكاديميه، مش لاقياها، لان الموضوع ده زي ما بقول لكم عدى عليه كذا سنه، بقاله 3 سنين ونص او 4 سنين، فحتى انا مش قادره ارشح لكم الاكاديميه دي وانا كده واثقه قوي. ليه؟ لانه انا اخاف دلوقتي ممكن تكون الاداره اتغيرت، ممكن يكون حصل اي تغيير فيها فما تكونش بنفس الكفاءه لما وديت اسر فيها من 3 سنين ونص، والله ممكن تكون اتغيرت للاحسن، فالله اعلم، انا مش عارفه. بس كل اللي اقدر اقوله لكم هي كان اسمها اكاديميه كير للتخاطب، هي في 10 من رمضان هنا،
وكذا حد قال لي انه مش لازم الطفل يروح مكان. بصوا في اطفال الكلام ده اللي بيحدده دكتور، في اطفال بتبقى متاخره في الكلام بس عندها قابليه ان هي تتكلم، يعني مثلا هتقولي لها قول عمو فيقولك امو، انما في طفل ما بيكونش قادر يربط حرف بحرف، يعني انه يربط حرف الالف بالميم ويقول امو مثلا، دي بالنسبه له تقيله وكبيره وصعبه جدا. انا آسر ما كانش بيعرف يقول توتو اللي هي تو فاهمين؟ فاكيد في وقت زي ده بيكون محتاج حد متخصص يساعده. فنفرق ما بين الطفل اللي محتاج فعلا والطفل اللي عنده قابلية بس هيتأخر شوية محتاج نتكلم معاه شوية. لا، في كل طفل بيكون ليه ظروفه. يعني مثلا آسر كان عارف كل اسامي الحاجات لان انا كنت بتكلم معاه كتير، يعني كان عارف كل حاجة باسمها ايه بس ما بيقدرش يقولها. بس الحمد لله عدت والله، يعني ربنا بيعين وكل الحاجات دي بتعدي. فانا قلت اقول لكم على الاكاديميه علشان كتير قوي قوي سالوني والله، ورديت على قد ما اقدر، بس انا متاكده ان في ناس ما قدرتش ارد عليهم وما لحقتش ارد عليهم. طيب ايه تاني؟ بس بصوا بقى شكل الصاله، قلت اوريكم كده لقطه، والصاله بتاعتي نظيفه يا جماعه. انا كده نظفت اول حاجه من الخطه اللي انا حطاها لرمضان. انا جبت الاجنده وقعدت بقى كتبت الخطه بتاعت ان انا هبتدي بالصاله، هغسل الستاير وهنضف الفرش وهشيل الفرش الكنبه اغسله وكل التفاصيل اللي انتوا عارفينها دي. وبجد بعد ما خلصت كنت حاسه بانجاز مش طبيعي، الحمد لله. يا جماعة بجد انا عايزة اشكر البنوتة اللي قالت لي على المعطر بتاع فريدة اللي بريحة العود، لان انا كنت قلت لكم ان انا قلبة الدنيا على اللي بريحة النظافة، هو اكتر واحد حبيته. وبعدين قالت لي جربي اللي بريحة العود يا توشو مش هتندمي. انا كنت مترددة بيني وبينكم لان انا مش بحب ريحة العود قوي، ما توقعتش ان هي تطلع بالفخامة والتحافة دي، بجد تحفة تحفة تحفة. فاللي ما جربوش فايته نص عمره. هو سعره على فكرة حاجة و30، بستخدمه في المسح بتاع الارضيات، وبحط شوية منه في البخاخ على شوية مية، اي بخاخ عندي بحط فيه شوية من المعطر ده مع شوية مية، وبستخدمه بقى برش منه على الستاير على المفروشات على الحاجات دي. بجد ريحته تحفة، وخصوصا ريحة العود، لا 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 ابهرتني. يعني اللي كان بيحب ريحة النظافة لو جرب العود هيغير رأيه فعلا. فبجد شكرا. عايزه اقول لكم ان الفراوله دي انا جايباها بقالها يومين 3 وسايباها في التلاجة، كنت مخبياها علشان العيال لو اكلوا منها بيحصل لهم حساسيه. يعني مثلا توتو في مره كنا خلاص، يعني هي خفت خالص وخدت الدور مره واتنين والحمد لله الكحه راحت وبطلنا جلسات وخفت، يعني قعدت مثلا اسبوع هي خفت الحمد لله. جبت فراوله كلت منها حوالي 5 وحدات. ما اقولكوش بقى في اليوم ده توتو ما نيمتناش من كتر الكحه، كحه مستمره، يعني عارفين اللي هي الكحه بتاعت الحساسيه. فاللي عنده طفل دايما بيكح ركزوا قوي في الحاجات اللي بتسبب حساسيه. يعني ممكن طفل يتحسس قوي من الشوكولاته، ممكن طفل يتحسس قوي من الموز، ممكن طفل يتحسس قوي من الفراوله. انا اكتر حاجه بحس ان توتو بتتحسس منها هي الشوكولاته والفراوله. فلما بيكونوا تعبانين وعندهم كحه ممنوع اكتر حاجه الفراوله والشوكولاته. يمكن الفراوله خلاص قربت تخلص وانا ما جبتهاش السنه دي غير مرتين 3. بس فقلت كنت جايبه الشويه دول وقلت اقطعهم واحطهم في الفريزر، نبقى نعملهم عصير بقى ان شاء الله في الصيف. بحس ان هما في الصيف العيال ما بتكحش من الفراوله، بس اشمعنى في الشتاء بيكحوا من الفراوله؟ في حاجات كده بتبقى غريبه انا ما بكونش فاهماها بجد. بس غسلت الفراوله كويس قوي لانه كان بتبقى مليانه رمل فلازم تتغسل مره واتنين وتلاته وعشرة. وكان عندي جوافه بس الجوافه دي تقريبا مش في الموسم بتاعها، فما كانش طعمها حلو قوي في الاكل. فقلت برضو هقطعهم واحطهم في الفريزر يبقوا عصير ينفعوا في رمضان. وشكلي دي هتبقى تفريزات رمضان وشكرا وعلى كده.
بس المهم ان انا كنت بحاول افضي كل الخضار اللي في التلاجة علشان يومين وهنزل عند ماما. فكان في شوية جزر على فلفل على مش عارفة ايه، فقلت اقطعهم واحطهم في الفريزر. وده القشر بتاع القشر اللي انا قشرته من الجزر والكوسة. وكان عندي كام بطاطاية كده برضو خلاص نشفوا خالص، وقطعت بطاطساية وقلت هعملهم لحبايب قلبي القطاقيط الكراكير اللي في الشارع. بص يا جماعه، اي قطه في الحياه بقت اسمها كركور، ماليش دعوه، هي كل القطط في حياتي بقت اسمها كركور. وبجد الموضوع ده جربوه. يعني انا عايزه انشر فكره ان احنا ما نرميش بواقي الاكل في الزباله. لو هتطلعوا من الفيديو ده مستفيدين بس منه الحته دي، اوعوا ترموا بواقي الاكل في الزباله. حتى لو هترموها يعني عزكم الله في الزباله في الشارع، حطوها في كيس يكون سهل الفتح ان القطط توصل له. لو في حاجه فيها شوك ممكن يعور القطط بجد، حطوها في كيس جوه كيس علشان ما يفتحوش الكيس ده وحاجه تسبب لهم ضرر. بجد انا بقالي فتره بعمل الموضوع ده، انتوا مش متخيلين السنين اللي فاتت انا كان ضميري بيأنبني ازاي. لانه مهما حصل ومهما حافظنا على النعمه ومهما عرفتي المقدار اللي انت بتعمليه بشكل يومي في بيتك، اكيد بيتبقى مننا شويه رز، اكيد بيتبقى مننا شويه خضار. معلش انا عارفه ان في حد ممكن يجي يقول لي حطي طبق الاكل ده لاي بني ادم. معلش ما فيش بني ادم هيرضى ياكل اكل بايت وهتروحي تقولي اتفضل خد اكل بايت كله، او اكل ما فيهوش مثلا لحمه، او اكل ما فيهوش فراخ، فاهمين؟ بس بواقي الاكل ده القطط بتبقى سعيده بيه سعاده، وبالنسبه لهم ان انتوا اديتوهم اكل اصلا ده بيبقى سعاده مش طبيعيه، خصوصا القطط اللي في الشارع. يعني بجد اتعلموا ما تحقروش من المعروف شيء. يعني مهما كانت هي هتبقى صدقة بسيطة بتعملوها لكائنات لا حول لها ولا قوة، كائنات مش هتقولكوا شكرا، فانتوا بتبقوا بتعملوا الحاجة دي عشان انتوا مبسوطين وانتوا بتعملوها. فبجد سعادة لا تنتهي. ودايما بنسمع مقولة يا رب استعملني ولا تستبدلني، ان ربنا يستعملنا في الارض ويستخدمنا في ان احنا نكون سبب رزق الكائنات ضعيفة زي الكائنات دي. انتوا عارفين، انا عارفة ان في ناس كتير ممكن تقول ربنا بيبعت لهم رزقهم. ما هو ربنا بيبعت لهم رزقهم عن طريقنا، تخيلوا بقى لما احنا نكون السبب لرزقهم، فدي حاجة بتبقى يعني حاجة سعادة مش طبيعية. اكل القطط يا جماعه واكل الحيوانات والله العظيم عن تجربه صدقه بسيطه جدا جدا بتعملوها. انتوا ممكن بيضه واحده تعملوها مع شويه خضار، انتوا اكلتوا كذا قطه، بتبقى كميات بسيطه. ده حاجه، والاطعام وان احنا ناكل ناس ده حاجه تانية، يعني بتبقى حاجه محتاجه تكلفه تانية. فتمام دي حاجه يعني مفيش عليها خلاف وكل الناس بتعملها، بس اطعام الحيوانات بجد انتوا هتلاقوا البركة في حياتكم وفي رزقكم بشكل لا تتخيلوه والله العظيم. انا اول ما بدأت اعمل الموضوع ده بدأت اعمله كذا يوم كذا يوم كذا يوم. انتم مش متخيلين في الفترة دي كنت بمر بظروف، كنا كلنا في البيت بنمر بظروف مش احسن حاجة. وجيت في يوم انا كنت مستنية حاجة والحاجة دي خلاص يعني لا مش هتحصل، خلاص مش هتحصل، وقعدت اعيط طول اليوم. انا خدت اليوم تقريبا من الصبح لحد العصر عياط. وبعدين افتكرت القطط وكان عندي اكل، قلت انا هنزل اكل القطط. وبالصدفه كلب كان معدي والا ياكل فاكل من الاكل. وطلعت والله العظيم يعني بعديها بساعه على طول جالي خبر انه الحاجه اللي انا كنت مستنياها وخلاص كانت اتلغت 180 درجه هتحصل، وحصلت خلاص. ف مش عارفه يعني حسيت ساعتها ان هم السبب والله. فانتوا متخيلين حاجه بسيطه قد ايه بتبقى سبب تيسير، بتبقى سبب فرج، بتبقى سبب فك كرب، حاجه بسيطه قوي. فالمهم تعالوا بقى اقول لكم الحاجات اللي انا عملتها. انا عملت جزر وعملت جوافه وفراوله، اكياس بسيطه يا جماعه. انا مش من النوع اللي بعمل تفريزات كتيره، بس الحاجات دي مش تفريزات، هي اصلا كانت حاجات في التلاجة وخفت انزل عند ماما فتبوظ فقلت اجمعها. بصوا بقى اكل الكراكير الحلو سكر بجد. كان عندي برجر كان باقي 3 قطع كده وكان بيوجعلي بطني، اللي كنت قلت لكم اللي هو اسمه ميتكو ده وحش قوي، فقلت احطه لهم مع الخضار علشان يحسوا كده بريحه البروتين فيه. ولو ما كانش عندي البرجر ده بصراحه كنت هسلق بيضه واقطعها لهم مع الخضار. بس انا بالنسبه لي
يعني في ناس ممكن تقولي هو احنا لاقيين ناكل علشان نحط للقطط بيض؟ عارفين انتوا الناس اللي ممكن تتكلم كده؟ يا جماعه والله العظيم ما بتتحسبش كده. انا بالنسبه لي لو في بيضتين المفروض هم عندي وهم دول اللي انا هفطر بيهم، انا هبقى مبسوطه لما اكل واحده واسلق واحده واكلها للقطط. هي كده، هي بتتحسب. يعني كل واحد بيبقى ليه حسابات في الحاجه اللي بتسعده وبتبسطه. بس فانا قلت اقول لكم يعني ان احنا ننشر فكره ان احنا ما نرميش اكل باقي. انا اليوم ده علشان كان عندي بواقي القشر بتاع الخضار فعملته. في ايام بيبقى مثلا باقي شويه خضار ببقى عاملاهم مع شويه رز، بروح حط عليهم حبه دراي فود واحطه لهم، مش عارفه ايه. كل يوم بواقي الاكل لموها وحطوها في كيس وحطوها للقطاقيط الحلوين. انا ضربت الخضار بالهاند بلندر بس، وزعتهم في اكياس صغيره. اللي تعامل مع القطط هيبقى عارف ان القطط ما بتاكلش مع بعض، بيقعدوا يتخانقوا. بحس ان انا وقعت في معركه حرابيق. يعني بيبقوا ماشيين مع بعض وكويسين، اول ما تحط لهم الاكل يقعدوا يضربوا في بعض. فبوزعهم في اكياس كده بحيث ان كل واحد يبقى لوحده. بس باخد لهم علبه في الاخر بحط لهم فيها ميه بيشربوا منها كلهم. بصوا حاجه بسيطه كانت فعلا هتترمي لو كنت كسلت. بجد ربنا يجعله في ميزان حسناتنا وننشر فكرة ان احنا ما نرميش اكل. يعني انا شاركت معاكم الحاجة دي علشان انشر الفكرة دي. ما نرميش بواقي اكل، ما نرميش حاجات ممكن كائنات ضعيفة تستفاد منها. ظهور مفاجئ من تاني يوم. حبايب قلبي اللي وحشوني قد الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. المهم انا طالعه دلوقتي عشان عايزه اخد رايكم في حاجه. امبارح بقيت اليوم رحنا عند دكتوره السنان، وما ادراك ما دكتوره السنان. خلاص كده اليوم خلص وانتهى بفرهده كتير قوي، انتوا اكيد عارفينها. مهم اسر ابني قصته، بس عشان عايزه اعرف تجربتكم لو حد ليه تجربه مع حاجه زي كده. قصه اسر انه اسر كل الضروس بتاعته بايظه ومحتاجه يتعمل لها حشو عصب. فاي دكتور اسر بيروح له، عشان ما شاء الله اسر مشاغب مؤدب جدا ما بيقعدش. واي دكتور بيشتغل لو بيشتغل على حاجه ممكن تاخد نص ساعه، مع اسر ممكن تاخد ساعه ونص ساعتين من كتر ما هو بيصرخ وبيعيط، وبتبقى مأساة في كل خطوه. فاي دكتور بنروح له بيقترح اقتراح انه احسن حل ان يدخل بنج كلي ويتعمل له كل بقى الدروس دي كلها مع بعض ونخلص. انا بالنسبه لي طبعا الموضوع ده رعب، يعني فيلم هندي رعب. رافضاه تماما. وسايبه اسر ازاي بقى انه كل ما ضرس يوجعه قوي يوصل العصب بنروح نعمل له حشو ونفرهد شويه ونستنى شويه بقى التاني يوجعه، وهكذا وماشيين على كده. عملنا السنه اللي فاتت 2، السنه دي برضو في الناحيه دي كان فيها 2 بداوا يوجعوه قوي. المهم رحنا للدكتوره، واحد نفع انه يتعمل له حشو عصب، التاني ما نفعش. خلاص العصب الجدر بتاع الضرس تآكل، حتى مش هينفع يتعمل له حشو عصب. الدكتوره قالت لو اتعمل له حشو عصب ممكن يعمل بعد كده خراريج، مش احسن حاجه. واحسن حاجه ليه انه يتخلع ويتركب مكانه مسافه ما بين الضرس ده والضرس ده، علشان اللي مكانه لما يجي يطلع، انه اسر لسه باقيله على التغيير ممكن 2 3 أو 4. لما اللي مكانه يجي يطلع يلاقي مكانه موجود، علشان الضروس بتضم على بعضها مع الايام. مهم فاي حد فيكم جرب موضوع المسافه اللي بتبقى ما بين الضروس دي يقول لي تجربته، يعني هل بتبقى عمليه فعلا. احنا اخدنا القرار كده واحنا قاعدين، فانا مش عارفه بقى الموضوع بيبقى عملي مع الايام، بيبقى مريح، بيبقى متعب، معرفش بصراحه. فلو اي حد فيكم جرب الموضوع ده يقول لي. وهل فعلا لما الضرس بيجي يطلع بيبقى المكان بتاعه محفوظ وبيطلع مرحرح كده واخد راحته ولا لا؟ عرفوني يعني. بس ده اللي حصل امبارح. والنهارده بقى الحمد لله حاسه ان اليوم هادي. انا بجد بقالي اسبوعين حاسه ان انا بصحى من النوم دب درب دب درب دب درب واتقلي بنام. بس المهم انتوا وحشتوني قوي، وحشني الكلام معاكم. طمنوني عليكم عاملين ايه، يا رب تكونوا بخير وتكونوا اتبسطتوا كده باي حاجه شاركتها معاكم النهارده. مش عارفه بقى لما ارجع هكمل معاكم تصوير تاني ولا هيكون انتهى الفيديو. بس ما تنسوش يا ولاد تقولوا لي تجربتكم لو ليكوا تجربه مع موضوع المسافه بين السنان دي. قشطه، يلا. عايزه اقول لكم ان انا اشتريت شويه حاجات تحفه هوريها لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. وفي حاجات كنت شاريها بقالها شهر وحاجات من اسبوعين، فهجمعهم كلهم ان شاء الله في الفيديو الجاي وهشارك معاكم بقى كل مشترياتي، حاجات لتجديد المطبخ وحاجات حلوه قوي. بس كده روحنا بقى على البيت، عملنا هوت شوكليت، وكنا جايبين صلصال عشان نعمل تحدي الصلصال اللي هو ازاي بنختار رسمه انا والعيال
وكلنا بنعمل نفس الرسمه. يعني مثلا اخترنا سلحفه وكل مره حد بيكسب. اول مره السلحفه بتاعتي طلعت احلى شويه، احلى واحده. وتاني مره عملنا برجر، البرجر بتاع آسر طلع احلى شكل. تالت مره عملنا بيتزا، البيتزا بتاعت توتو طلعت خطيره. فبيبقى لذيذ قوي ان انتوا بتقضوا وقت مع عيالكم، بصراحة بتبقى لحظات حلوة قوي. فحاولوا تخطفوا لنفسكم اللحظات دي حتى لو نص ساعة في اليوم. بس كده. حلو قوي. ماما تعرفي ايه بتاعتك كده؟ تعرفي هقرف والله. لا والله حلوه ايه. لا مش عاجباني انا من السباق. بتاعتك احلى واحده فيك ماما. والله شكلي كده. بتاعتك الدراسه اللي غريبه. اللي كانت بتاعتك؟ حلو. مش قوي. لطيفه. امشي. ماما مش بتاعتك الطاف يا ايس. الطاف مش لطيفه واحده. تحفه. جميل. المره الجايه هتطلع احسن. دي عشان بس اول مره. ماتشي 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 ماتشي. ماتشي ماتشي. اهلا يا ايسو. انا عامل نفسي صغير عشان بتاعتي نفس السحلفه الصغيره. بتاعتك احلى الصراحه. ايه بس الراس بتاعتي ايسو كانت مشروع صرصار وفشل. كانت مشروع صرصار يعني.